هقوم اعمل اكل لبابا قبل ما ينزل على الشغل، عشان لو نزل من غير ما ياكل مش هياكل اي حاجة طول اليوم، وهو لازم ياكل كويس علشان ما يتعبش. خاص بشوية طماطم وشرايح لانشون كده هو بيحبها. اظن ان هو في اوضته، انا مشفتهوش نزل. هطلعله الفطار دلوقتي على اوضته. أنا خلصت لبس ولازم أنزل بسرعة على الشغل. لازم أتكلم مع نجلة، لازم أقول لها إنها هتروح تقعد مع عمتها. بابا كنت بتتكلم عن ايه؟ هتقولي ايه؟ شكرا يا حبيبتي، جبتي لي الفطار شكله فعلا يجنن. اه يا بابا، عملتلك سندوتش علشان ما تروحش الشغل وانت جعان. يا حبيبتي انتي بنتي جميلة قوي، دايما مهتمية بيا. طيب انتي فطرتي؟ لا، هنزل اعمل واحد لنفسي، ثانية واحدة بس وهرجع. لازم أكلمها، أكيد فكرة إنها تقعد مع عمتها تعجبها. أنا أفضل تبقى مع عمتها على إن هي تكون لوحدها، بحكم شغلي بضطر أسيبها طول اليوم وأرجع متأخر. هعمل لنفسي وافلز، دول بقى طعمهم تحفة. نجلة يا بنتي، أنا كنت لازم أقولك على حاجة. قولي يا بابا، كنت عايز تتكلم معايا في ايه؟ أنا فكرت كويس وقررت إن الأحسن إن أنتِ تقعدي عند عمتِك، وهناك كمان هتكون بنت عمتِك تمّرة، ومش هتبقي لوحدِك في البيت وأنا في الشغل. ايوه فاهمة يا بابا. ما ينفعش تقعدي في البيت طول اليوم وساعات كمان بالليل لوحدِك، أنا بابقى قلقان ومش باعرف أشتغل مرتاح. ما تقلقش يا بابا، انا هروح عند عمتي وبنتها. انا اصلا قليل قوي لما بقعد معاهم، وهيبقى كويس اني اقضي وقت معاهم. شكرًا يا روحي على تفهُّمِك، مامتِك أكيد فخورة بيكِ وهي في السما. عارفة يا بابي، بس يلا بقى امشي عشان ما تتأخرش على شغلك. طيب يا حبيبتي نتقابل بكرة، اقفلي الباب عليكِ كويس جدًا، وما تفتحيش لأي حد، تمام يا حبيبتي؟ ايوه تمام يا بابا. بابا مشي يوم تاني لوحدي. يلا نقفل كل حاجة زي ما قال لي، احنا لازم نسمع الكلام. خلاص كده تمام. هبقى اقفل التلفزيون بعد ما اكل الوافلز بتوعي، وبعد كده اغسل المواعين وابدأ اروق البيت. يلا ننجز. بابا كان تعبان قوي فقال نأجلها لبكرة. انا رايحة عند عمته ومش عارفة هرجع امتى. يلا نجهز شنطتي علشان كل حاجة تبقى جاهزة لبكرة. هحط شوية هدوم، اكيد هنخرج كمان شوية، فهحط لبسي المفضل بتاع عيد ميلادي. كده تمام. يلا بينا بقى ننام، بكرة هيبقى يوم جميل جدا. الدنيا نورت واكيد بابا رجع. انا متحمسة قوي، مستنية العب مع بنت عمتي تمارا. صحيتِ يا قمر، كل سنة وأنتِ طيبة. شكرا يا بابي. النهارده هنحتفل بعيد ميلادي مع عمتي وبنتها في بيتهم. أكيد يا روحي، بس خلّي بالِك كل حاجة حسب شغلي. على الأغلب هنحتفل بيه بكرة، بس خلّيني أشوف الأول. ماشي بابي، انا هروح اجهز نفسي.
يلا نروح ناخد شاور صغير كده. بابي انا خلاص ممكن نتحرك دلوقتي، هستناك في العربية برا. حاضر يا حبيبتي، جاية حالا. يلا بينا، مش عايزة أتأخر على شغلي. تمر، انت عارفة ان بنت خالي جاية عندنا البيت؟ عارفة يا ماما، بس مش فاهمة هي اللي لازم تقعد هنا. عشان لازم اساعد اخويا، ما كانش ينفع اقول له لا، كان هيبان شكلي وحش قوي. ماشي يا ماما، بس أنا مش ناوية أشاركها أوضتي ولا حاجتي ولا حتى هدومي. ماشي، من حقك، تعالي نخرج نستنى خالك، قالي ان هو قرب يوصل. تمام، تعالي نخرج نستناها برا. يلا يا حبيبتي، خلاص كفاية تابلت يا تمر، ايه مشكلتك؟ ليه مش بتسمعي الكلام؟ ماما بالله عليكي، أنا باخد كام صورة سيلفي علشان أنزلهم على الفيس. مش عايزة صور دلوقتي، مش عايزين ندي انطباع وحش، انت عارفة خالك النجلاء شكلها عامل ازاي. مش عايزين يجي لها اي كومنتات تنمر. طيب ماشي، زي ما تحبي، هقفله دلوقتي. هاي يا عمتو، عاملة ايه؟ كويسة الحمد لله يا حبيبتي، وانتوا عاملين ايه؟ الحمد لله، إحنا كويسين. شكرا لك يا أختي إن أنت استقبلتينا. انت عارف ان بيتي دايما مفتوح ليكوا. هي فين تمارا؟ اكيد في اوضتها، هتنزل كمان شوية. ألف شكر يا أختي إن أنت هتهتمي بالبنت، ده فرق معايا قوي علشان ما تقعدش لوحدها في البيت. بطل شكر بقى يا اخويا، انت عارف ان نجلاء زي بنتي بالظبط، روح شغلك وانت مطمن. ماشي يا بنتي، هشوفك كمان يومين أو 3، لو قدرت أعدي في عيد ميلادك هعدي. هكلم عمتك قبلها. ماشي يا بابي، خد بالك من نفسك، بحبك قوي. طيب يلا امشي بقى علشان ما تتأخرش على شغلك. مع السلامة يا أختي، وشكرا على كل حاجة، خلي بالك منها. يلا يا نجلاء يا حبيبتي، ادخلي يلا البيت. حاضر يا عمتو، انا داخلة. هاي يا تمارا، ازيك؟ عاملة ايه؟ تحبي ننام سوا النهاردة في نفس الأوضة؟ مش بحب حد ينام معايا في نفس الأوضة، مش هنام معاكي ومش هتدخلي أوضتي أصلا يا نجلاء. ليه بس كده يا تمارا؟ مالك؟ انا مش بوظلك حاجة ولا هلمس حاجة من حاجاتك. مش كده، أنا بس مش عايزة ده. طيب تمام، فهمت. ما تفكريش إن انتي علشان هتقعدي هنا يعني احنا هنكون صحاب. خلاص كفاية بقى يا بنات، نجلاء هتنام في أوضة لوحدها، مش هتضايقك يا بنتي. يا ريت يا ماما كده فعلا. أنا هوديها على أوضتها علشان ترتاح. يلا يا نجلاء، تعالي معايا. البنت تمارا دي مستقلة قوي، مفيش أي شبه بينها وبين المزعجة نجلاء. أنا حاسة بشوية حر كده، هروح أقعد شوية في الجاكوزي. هنا هتنامي، رتبي هدومك في أي مكان تحبيه، ولو في أي حاجة مضايقاكي ما تقوليش ليا، قولي لماما. تمام، ما تقلقيش، كل حاجة تمام، اوعدك ان انا مش هعمل مشاكل. طيب تمام، أنا ماشية. كنت فاكرة ان الدنيا هنا هتبقى مختلفة مع عيلتي، بس شكلهم كده مش بيحبوني اصلا. يلا هروح ارتب هدومي وخلاص.
ياه الاسترخاء ده جميل قوي، انا بحب الجاكوزي ده، نفسي اقعد فيه طول اليوم. ماما أنا جعانة، ممكن تعملي لي أي حاجة علشان أكلها؟ يا تمارا لازم تيجي دلوقتي وتزعجيني، مش شايفة ان انا مسترخية وبريح شوية؟ شايفة يا ماما، بس أنا جعانة، أعمل إيه يعني؟ روحي اعملي لنفسك اي حاجة وخلاص يا تمارا، ما تزعجنيش بقى بالحاجات الصغيرة دي. انتي ناسية يا ماما إن أنا مش بعرف أعمل أي حاجة. خلاص روحي لبنت خالك نجلاء وقولي لها تعمل لك اي حاجة، وقولي لها كمان ان انا اللي بعتك. بنت خالي، ماما بتقولك تنزلي تعملي لي حاجة أكلها عشان أنا جعانة. وليه مش انت اللي تعمليها؟ لو عايزاني اعلمك اوكي، انا ما عنديش مشاكل. أنا مش بعرف أطبخ وماما هي اللي قالتلك، يلا اتفضلي. تمام يا تمارا، هنزل اعملك الحاجة. بتكتبي لمين يا تمارا؟ ما ظنش إن انتي تعرفي السوشيال ميديا، خالي أكيد منهك منها صح؟ بابا بيقولي ان كل حاجة بتيجي في وقتها. يلا خليني اجهز لك العيش. طيب يلا بسرعة عشان أنا جعانة قوي. خلاص الاكل جاهز، تعالي كليه. ايه رايك في طعمه يا تمارا؟ بابا بيحب السندوتشات اللي انا بعملها له قوي. مش حاجة كبيرة يعني، بس طعمه حلو ممكن يتاكل. طيب تحبي نلعب شويه؟ لو عايزه قوليلي نقدر نلعب فين. في أوضتي، ايه رأيك؟ بجد تسمحي لي ادخل اوضتك؟ أيوة، بس علشان تنضفيها، الأوضة مليانة تراب وأنا عندي حساسية. المساحة والفرشة بتاعت التنظيف ورا في الجنينة، روحي هاتيهم. نعم، انا مش هنضف اوضتك، اوضتك دي انتي نضفيها انتي بقى. أنا هقول لماما لازم تسمعي الكلام، انتي مش مؤدبة خالص يا نجلاء. براحتك قولي لها، بس انا مش هلم زبالتك. دلوقتي هتشوفي أنا هعمل فيكي ايه، هقول لماما إن انتي قلتيلي كلام وحش. ياه انا ظاهرة عندي شعر ابيض كتير وشكله باين قوي، انا لازم اصبغ شعري، شكلي كبرت قوي، هشوف لو اقدر اظبط ميعاد مع الكوفير، عايزة اقص الاطراف كمان شكلهم تعبان. مامي أنا جاية أقولك على حاجة مهمة جدا. قولي يا تمارا ايه اللي حصل؟ انتي لازم تعاقبي نجلاء، طلبت منها طلب صغير وقالت لي كلام جارح وخلتني أزعل قوي. أنا مرضتش أرد عليها علشان كنت شايفة الأحسن إن انتي اللي تزعقي لها. ما ينفعش تسيبيها تكلمني كده يا ماما، صح؟ طيب تمام انا هروح اتكلم معاها، اقعدي انتي هنا. خدي جزائك بقى يا نجلاء، علشان ما نطفتيش اوضتي وما سمعتيش الكلام. دلوقتي مش هكلمك خالص. تمارا دي شاطره في الميكرو، بس عاوزين انضف لها اوضتها وهي اصلا ما عملتش حاجه معايا كويسه، وبعدين ما تنضفها لنفسها، انا مش خدامه عندها. كنت فين يا نجلاء؟ ليه كلمت بنت عمتك بالشكل الوحش ده؟ انتي مش عارفة ان كده غلط ولا ايه؟ عمته انا ما عملتش حاجه اصلا، كل اللي قلته ان انا مش قادره انضف لها اوضتها بس كده، ما ينفعش تعاقبيني على كده، انا ما عملتش حاجه غلط. طبعا اقدر اعاقبك، انا عمتك وانتي هتفضلي هنا تبصي في الحيطة لحد ما اقولك تخرجي. طيب تمام، زي ما تحبي يا عمته. يا ترى البت اللي اسمها نجلاء دي بتعمل ايه دلوقتي؟ هروح اوضتها واضايقها علشان تبطل تدخل معايا في كلام، يمكن تتعلم الادب بقى. ايه ده؟ انتي لسه متعاقبة؟ طيب على فكرة النهارده دورك تعملي الغدا، ماما قالت لي كل حاجة. وكل ده بسببك يا تمارا، مش انا، انتي السبب. انا؟ لا، انتي اللي جبتي ده لنفسك علشان ما نضفتيش اوضتي لما قلتلك. يلا بقى سلام، هروح اقول لماما ان انا جعانة.
يلا خلصي الأكل، بنتي جعانة، مش فاهمة بتتأخري قوي كده ليه؟ بعمله بسرعة يا عمته، بس أنا أصلا مش بعرف أطبخ حاجات كتير. بلاش كلام كتير، اشتغلي بإيدك شوية، بقالك كتير واقفة على نفس الحاجة. خلاص هقدم الأكل دلوقتي، أنا خلصت تقريبا. طيب يلا خدي ووديه على السفرة حالا. حاضر يا عمته، هودي الأكل على السفرة. ينفع آكل معاكم؟ لا يا مامي، خليها تاكل في حتة تانية. سمعتي تمارا قالت لك ايه؟ روحي كلي في اوضتك، مش هتاكلي معانا. أيوة كده أحسن يا مامي، إحنا بس اللي هنا. ليه لابسة كده يا نجلاء؟ انتي هتخرجي النهاردة أصلا؟ النهاردة عيد ميلادي، مستنية بابا، مش عايزة أبقى لوحدي النهاردة. بس شكلك هتفضلي لوحدك، اخويا ما كلمنيش خالص ولا قال لي ان هو جاي. يا ربي، أنا قضيت اليوم كله وأنا بكنس ومتعاقبة، ولا حد قال لي كل سنة وأنت طيبة. نفسي أرجع عند بابا. خلاص بقى اسكتي وكملي تنظيف. انا هعمل مفاجأة حلوة قوي لنجلاء، لما تشوفني هتتصدم. ايه ده؟ اختي بتعملها بالشكل ده ازاي؟ يعني ازاي يعملوا فيها كده؟ انا كنت واثق فيها وفي الاخر ابص الاقيهم بيعملوا كده في بنتي. مامي نزلي صورنا علشان الناس تشوف قد ايه احنا حلوين. بنزلهم يا حبيبتي، بس التليفون تقيل شوية. مين ده؟ مين اللي بيخبط علينا دلوقتي؟ ايه ده؟ علي، انت جيت من غير ما تبلغنا. انت ليه ما كلمتنيش وقلت لي ان انت جاي؟ كنت جاي عايز اعمل مفاجأة لبنتي، بس انا اللي اتفاجئت ان انا شفتكم ازاي بتعاملوا بنتي نجلاء. انت بتقول ايه بس يا اخويا؟ شكلك فاهم الموضوع غلط، احنا بس كنا بنتكلم معاها. لو عايز روح حتى اسألها بنفسك. انا سمعتك، كنت واقف تحت وبسمع كل حاجة، شفتك وانتي بتكلميها وحش، ما تضحكيش عليا. نجلاء اطلعي هاتي حاجتك، احنا ماشيين. بجد ماشي، حاضر يا بابا. الله، شكل التورتة دي حلوة قوي. كنت جايبها علشان نحتفل بعيد ميلاد بنتي اللي محدش قال لها كل سنة وانتي طيبة، واللي انتوا تعاملتوا معاها بطريقة وحشة. بابي أنا جاهزة نرجع بيتنا، يلا. قولي لعمتك وبنتها سلام وودعيهم، لاني مش ناوي ارجعك هنا تاني. نجلاء يا حبيبتي، قولي لباباك ان احنا عمرنا ما عملناكي وحش. لا انتوا عملتوا فعلا كده يا عمتو، انا كنت جايه ومتحمسه اقضي وقت معاكم، بس دلوقتي مش عايزه. انا اتضايقت جدا وانتي كنتي قاسيه معايا قوي، بس انا مش زعلانه منكم، انا قلبي مش فيه كره لحد. يلا بينا يا بابا. مامي دخلوا خد التورتة ومشي، انا كنت عايزة اكل من التورتة. بس خلاص كفاية بقى كده يا تمارا. يا بنتي انا اسف على اللي حصل، ما كنتش متخيل ان انتي هتتعرضي لحاجة زي كده. دي مش غلطتك يا بابي، انت دايما بتدور لي على الافضل عشاني. شكلي كده هضطر اجيب لك بيبي سيتر، ايه رأيك؟ ايوه فكره حلوه جدا. طيب يلا بينا نحتفل بعيد ميلاد احلى بنوتة في الدنيا. شكرا، انا بحبك قوي يا بابا.